سحر في التخسيس، بيعمل شيب كويس قوي للجسم وكأنك رحت الجيم وعملت رياضة وبذلت مجهود. حاجة موجودة في بيوتنا كلها وبنحب نشربها مع الشاي. ودايما لما بيكون عندك ألام أو التهاب في الأسنان بيقولك خدها وحطها على سنانك. حاجة ريحتها حلوة، حاجة مفيدة وكنز احنا ما نعرفش فوائده. اخيرا نعرف ان هو بيستخدم في علاج الأسنان، بس ما نعرفش ان هو ليه سحر وتأثير قوي جدا في التخسيس. ايه هو بقى؟ هو القرنفل اللي بيحتوي على مادة اسمها اليوجينول، وده المستخلص اللي بنستخلصه منه الزيت العطري او اللي بنقول عليه الاكتيف انجريدينتس بتاعته، المادة الفعالة. اولا القرنفل بيزود عملية التمثيل الغذائي والميتابوليزم، فبيزود الحرق جدا في الجسم، وكمان يعمل على اذابة الدهون المتراكمة في اماكن من الجسم. كمان مفيد جدا لمرضى السكر لانه بيقلل مستويات السكر في الدم. كمان مهم جدا ومفيد جدا لانتي بكتيريال وانتي فيرال، لانه اليوجينول اللي فيه ده مضاد للبكتيريا ومضاد للفيروسات، وبالتالي كمان بيزود المناعة جدا، خاصة لو اتاخد مع فيتامين سي. كمان يعمل على تنشيط الدورة الدموية لانه ليه خواص انتي اوكسيدنت ومضادات للاكسدة، فكمان بيقلل الكوليسترول والدهون الثلاثية للناس اللي عندها مشكلة في الليبيد بروفايل او مشاكل في الدهون الثلاثية والكوليسترول. كمان ليه خواص انتي انفلاماتري يعني مضادة للالتهابات، فبيستخدم في علاج التهاب المفاصل والروماتويد، وكمان مسكن قوي للآلام. كمان منتشر جدا استخدامه في الأسنان، ففوائده كتير جدا ولا تعد ولا تحصى. يفضل يتاخد ازاي؟ تغليه في ميه، والميه دي تتشرب يعني طول اليوم كمثلا انتي اوكسيدنت مثلا، او حاجة يعني تكون عندك في التلاجة، وطول ما انت معدي بتشرب منها عادي، بدل ما بتشرب المية كده بتشربها بالقرنفل. يا رب اكون فدتكم. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. السلام عليكم.